صبرا FM الإذاعة الأولى في الوسط الغربي. احنا اليوم هذايا يوم جهوي للتعريف ببرامج التكوين المستمر والية التكوين المستمر المقدمه للمؤسسات والا للشغالين اي سورتو للمؤسسات. هذه هي سلسله من الايام الجهويه اللي قاعده تتنظم في كافه ولايات الجمهوريه تحت اشراف وزاره التشغيل والتكوين المهني وبالشراكه مع الشركاء المهنيين، الاتحاد الصناعه والتجاره، اتحاد الفلاحه، كونكت. هذوما دونك الهدف نتاعنا انه مزيد التعريف بالبرامج والية التكوين المستمر، مزيد معناها تشجيع المؤسسات على الانخراط في منظومه التكوين المستمر. كيف الشغالين ماذا بينا زاد يعرفوا شنو البرامج اللي موضوع على ذمتهم باش ينجموا يتحصلوا على شهادات وينجموا يترقاوا في المسار المهني نتاعهم. دونك هذا هو الهدف اللي حبيناه يكون من اليوم هذايا. اليوم هذايا كان اشراف تحت سيد معتمد لول، اشراف سيد معتمد لول المكلف بتسيير شؤون ولايه القيروان، واحنا بالطبيعه معناها استدعينا المؤسسات الاقتصاديه نتاع الجهه، استدعينا الهياكل الاداريه، استدعينا المنظمات المهنيه اللي هما شركاء معانا، هياكل التكوين المهني عموميه ولا خاصه، على خاطر هما زاد كيف عندهم دور كبير في منظومه التكوين المستمر. وهذا الكل باش نجموا نوفروا اكثر معطيات واكثر معلومات على برامج والية التكوين المستمر اللي يتصرف فيهم المركز الوطني للتكوين المستمر والطاقه المهنيه تحت اشراف وزاره التشغيل والتكوين المهني. احنا اليوم في اطار اليوم الجهوي للتكوين المستمر بالقيروان اللي هو في اطار هذا برنامج وطني عملته وزاره التشغيل والتكوين المهني اللي صار على الولايات الكل، معناها نظمته الولايات الكل. اليوم 23 ماي 2024 هو اليوم الجهوي للتكوين المستمر بولاية القيروان، وانا كممثل للمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية قدمت عرض اليوم للفئة المؤسسات والفئة الشغالين وفئة مؤسسات التعليم العالي اللي كانت حاضرة معنا، رئيس جامعة القيروان، الناس الكل كانت حاضرة. ان شاء الله نكونوا افدنا انه المركز نتاعنا يساهم في تطوير الموارد البشرية داخل المؤسسات، يساهم في ديمونة المؤسسة، في القدرة التنافسية للمؤسسات، وفي تطوير الموارد البشرية بصورة عامة. احنا خدماتنا واضحة، احنا نرافقوا المؤسسات الاقتصادية في تشخيص الحاجيات التكوينية متاعها، في تحديد أولوياتها، في إعداد برامج التكوين متاعها، إعداد الملفات متاعها، وأيضا التصرف في آليات تمويل التكوين المستمر، أيضا تطوير الكفاءات من خلال توفير عروض تكوين مستمر للشغالين عن بعد. صبرا FM الإذاعة الأولى في الوسط الغربي.